السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي الحلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا لو انتي قاعدة كده بردانة زي حالتي او بتيجي من الشغل متأخرة وبيكون الجو برد عليكي وعايزة تعملي حاجة سهلة وسريعة وتخلص بسرعة وفي نفس الوقت تدفي وكل اللي في البيت بيحبها، مفيش طبعا غير شوربة العدس. زي ما احنا شايفين كده، احنا عملنا النهارده مع بعض شوية عدس بس تحفة جدا. جربوهم ان شاء الله يعجبوك. عملت هنا فتة للي حابب فاكهة، للي حابب فتة. وعملت كمان غرفت شوربة عدس للي بيحبها شوربة. انا عن نفسي بحبها شوربة اكتر من الفتة، بس طبعا في جزء بيحب فتة، فعملنا ده وعملنا ده. تعالوا نشوف عملناها ازاي مع بعض. باقي الفتة كده انا قدمته بالطريقة دي، حطيت عليه شوية بابريكا للتقديم، بس لو انت حابة تحطي تعملي طشة توم بتكون حلوة جدا بطشة التوم، بس انا حاولت ان انا اقلل نسبة الدهون شوية في الاكل. وهنا طبعا ده طبق الشوربة غرفته واقدم برده مع شطه. انا بحب مع الشطه، بحب العدس مشطشط شويه. ودلوقتي مش بقدر احط له فلفل سبايسي علشان تعب المعده وكده. خلاص يا حبايبي، انا هنا نبدا نقول بسم الله ونبدا نعمل ايه مع بعض. انا هنا عندي حله هجيب فيها معلقه سمنه صغيره عشان نحاول ان احنا منكترش السمنه بتاعتنا. ونجيب الخضار بتاعنا، اول ما السمنه تسيح هجيب الخضار بتاعي. عندي هنا عندي هنا بصل، جزر، عندي كمان كوسيتين. طبعا كميه الخضار اللي انت عايزاها، انا بحب جدا الجزر والكوسه مع العدس. وحطيت هنا يعني زيتين اللي هم الوسط دول، وكمان اللي هم بيتعملوا محشي دول الوسط او كوسايه كبيره. وهنا جزرايه كبيره وبصلايه وسط. خلاص انت ممكن تحطي بصلايه اكبر شويه، بس انا حبيت احط بصلايه وسط لظروف صحيه. خلاص كده يا حبايبي، فهنا انا بشوح الخضار بتاعي بفضل اشوح فيه كده لغايه لما تبدا ريحته تطلع. انا مش عايزه الخضار بتاعي ياخد اي لون معايا. تمام. اول ما بحس ان ريحه الخضار بتاعتي بدات تطلع كده بالطريقه دي، انا هنا عندي طماطميه بس ما حطيتهاش، الطماطم هحطها في الاخر. اول ما ريحه الخضار بتبدا تطلع معايا ونخلي بالنا ان هو ما ياخدش معايا اي لون خالص، يدوب بس يسخن كده في السمنه بتاعتي، هبدا اضيف العدس بتاعي واحط معاه الطماطم. ليه ما ضفتش الطماطم في الاول؟ لان انا مش بحب الطماطم المستويه مع العدس. انا بحب تبقى كده الطماطم نيه مع العدس تستوي معايا، بتدي نكهه وطعم احلى. خلاص كده. هحط معاها دي رشه سكر صغيره عشان العدس ما يعملش اي انتفاخات ولا اي حاجه. وحطيت رشه كمون ورشه فلفل اسمر. خلاص. انا بحب الكمون في العدس سنه زياده، انت حابه تزودي سنه اوكي، حابه تنقصي سنه برضو ده اللي يريحك انت. وكمان لو حابه تضيفي بطاطس، في ناس كتير بتضيف بطاطس، انا مش بحب قوي البطاطس على العدس، بس بيبقى طعمها حلو جدا. انا ماما بتعملها بالبطاطس، بتحب البطاطس على العدس. وهنا كان عندي شويه مرقه، دي مرقه فراخ. حطيتها عليها بتدي للعدس طعم حلو قوي. اي مرقه عندك، مرقه فراخ، مرقه لحمه، بتبقى طعمها حلو قوي مع العدس. خلاص بسيب الخضار بتاعي بيستوي، بحط له بحط الميه بتاعته وبغطيه بالميه. وطبعا حطيت شويه المرق وبحط شويه ميه زياده وبسيبه يستوي معاه، ونخلي بالنا ان احنا كل شويه بنقلبه عشان ما يشدش معانا او الميه بتاعتنا تنشف مننا. اول ما العدس والخضار بتاعي بيستوي ببدا اضربهم كده في الخلاط او الهاند بلندر. لو انت عندك هاند بلندر بتضربيه على طول مفيش مشكله. لو هتحطيه في الخلاط بتستني لما يبرد شويه، لاسباب كتير. اولا ما يبوظش الخلاط. ثانيا ما يبقاش سخن على ايديك ويحرقك. ثالثا ما يطرطش. لو الطرطش وهو سخن كده ممكن يلسعك لسعه قويه، واحنا في غنى عن الموضوع ده كله. ربنا يحفظنا جميعا يا رب. اللي وصل معنا لغايه هنا منساش اللايك والشير وسبسكرايب للقناه عشان يوصل لنا كل جديد. خلاص انا جبت حله تانية. انا بحب اصفي العدس، مش عايزه تصفيه تمام، دي برضو حاجه ترجع لك، بس لما هنصفي هنشوف ايه اللي هيطلع منه. هنا حطيت معلقتين زيت زي ما احنا شايفين كده، وربع فنجان شعريه. خلاص انا بحب اول عدس مع شعريه. ودي برضو حاجه ترجع لك انت. بصوا بقى، انا ساعات بحط مع الشعريه كده فص توم وبديله تشويح، بس انا النهارده استكفيت بالتوم اللي انا حطيته في العدس، مش عايزه ازود توم تاني. افضل احمر الشعريه بتاعتي لغايه لما يبقى لونها بني فاتح او ذهبي غامق، اغمق من الشعريه بتاعت الرز بشويه. الشعريه بتاعت الرز بنخليها فاتحه ذهبي فاتح كده، انما الشعريه بتاعت العدس بنديها درجه غمقان كمان، لان هي في العدس بتفتح. دي اول حاجه. تاني حاجه، لو سيبناها افتح من كده بتنفش في العدس، بتستوي وتنفش وبتعجن كده جوه العدس، مش بتكون احسن حاجه. فلازم نخلي لها بني فاتح او دهبي غامق، يعني نغمقها درجتين كده عن بتاعه الرز. خلاص يا حبايبي، انا هنا كانت خلاص بوريها لكم كده، هي كده غمقت معايا الدرجه اللي انا عايزاها. ما غمقش اكتر من كده عشان ما تمررش معايا. لو الشعريه غمقت اكتر من كده يبقى كده اتحرقت ومررت معايا. ولو فاتحه اكتر من كده هتنفش معايا وهتعجن جوه العدس. خلاص ببدا اصفي العدس بتاعي، بحط المصفى بتاعتي كده، ببدا اصفي العدس بتاعي. هنشوف دلوقتي هيطلع منه الشوايب قد ايه. برضو انت ليك مطلق الحريه، هو عامه كلها خضار. يعني يطلع مثلا تفل طماطم، هيطلع مثلا بذره في الطماطم في الكوسه، بس اكيد الكوسه ما فيهاش بذور، يعني هتطلع هو كل اللي يطلع معايا بذر طماطم او قشر طماطم. فاحنا بنصفيه علشان كده. خلاص يا حبايبي، عشان طبعا ما يتعبش المعده والكلام ده كله.
انا هنا صفيت العدس بتاعي كله معايا زي ما احنا شايفين كده، وهخليه على النار يغلي غلوتين كمان مع الشعريه اللي احنا حطيناها. انا هنا كنت بجيب شويه ميه بحطهم عشان يمشوا لي العدس اللي في المصفى، لانه كان تقيل جدا، فطبعا انا محتاجه شويه ميه. فانا بظبط السمك كده، بنخلي بنراعي واحنا بنعمل السمك بتاعنا ان احنا عندنا شعريه، والشعريه دي بتتقل العدس شويه. ظبطت الملح بتاعي زي ما احنا شايفين. انا ساعات بحب اضيف كركم، بيبقى حلو قوي، بس انا النهارده ما كانش عندي كركم. ممكن كمان تضيفي مع الخضر اللي احنا حطيناه فلفل الوان او فلفل رومي، برضو انا ما كانش متوفر عندي فلفل. دول الحاجتين اللي انا بضيفهم ما كانوش متوفرين عندي، اللي هو الكركم والفلفل في الخضار. الفلفل ده بضيفه وانا بسوي العدس، وانا بحط العدس يستوي على النار بحط الفلفل. انما الكركم بحب بحطه في اخر غلوه عشان يحتفظ بقيمته الغذائيه، وفي نفس الوقت بيديني لون حلو قوي للعدس، وكمان هو مفيد ومضاد للالتهابات وحلو جدا للجسم بصراحه، ويقوي المناعه. فانا بحب جدا اضيف الكركم على الحاجات اللي فيها، اللي ممكن ينفع اضيف عليها كركم زي ما قلت لكم قبل كده، اللي ما يضايقنيش لونه. طول ما العدس بيغلي معايا على النار انا بفضل اقلب فيه علشان ما يشيتش من تحت، لان هو لو سيبناه شويه ممكن يشيل. فطول ما هو على النار افضل اقلب فيه لغايه لما يغلي تماما، وبعد ما يغلي بروح طافيه عليه البوتاجاز وراح مغطيه الحله. قبل ما يغلي ما بغطيش الحله عشان ما يفرش معايا على البوتاجاز. بغطي الحله لما اكون خلاص طفيت البوتاجاز وتاكدت ان العدس بتاعي غلي تماما والشعريه بتاعتي استوت. وبكده بنقدم الاكله بتاعتنا النهارده. زي ما قلت لكم في اول الفيديو، انا عملت فته ورشيت عليها شويه بابريكا، وغرفت طبق شوربه للي بيحب شوربه، وحطيت شطه، حابه تحطي عصره ليمون بيكون تحفه جدا. يا رب تكون وصفه النهارده عجبتكم وتدفيكم في الجو البرد اللي احنا فيه دوت. طبعا احنا ما نسيناش وصفات رمضان وتخزينات رمضان، ان شاء الله الفيديو اللي جاي هيبقى فيه تفريزات رمضان، انتظروه قريب جدا. احنا بس حابين نعمل اكله كده تدفينا. بسيبكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.